كان يا مكان فزمان محلاه كان. فقيه معروف بالعلم والورع، الناس كلها كتحترمه وكتطلب منه البركة والدعاء. جنهار والسلطان سمع بيه وبعلمه، وقرر يجيبه للقصر باش يكون من بين مستشاريه. الفقيه مشى للقصر وبقى يعيش فيه مرتاح، يأكل من أحسن المأكولات ويسكن في غرفة فخمة. ولكن مع الوقت بدأ يتبدل، وولات فيه شوية ديال الكبر والعجب. ما بقى كيشوف الناس كيف كانوا، ولا كيبغي شي حد يعرف أسراره. واحد النهار السلطان شاف إن الفقيه كيدخل واحد الغرفة في القصر كل يوم ويقفل عليها بالمفتاح، وما كيبغي حتى واحد يقرب ليها. الفضول غلب السلطان وقال: شنو كاين في هذه الغرفة؟ وش فيها شي كنز ولا سر؟ أمر الحراس يفتحوها وهو غايب. فتحوا الباب ولقاو جلابة قديمة وبلغة ممزقة. تعجب السلطان بالزاف وقال: وش هذا هو السر؟ منين رجع الفقيه؟ سولوا السلطان: علاش مخبي هذه الجلابة القديمة؟ جاوبه الفقيه مبتسم: هادي هي السر ديالي يا مولاي، كل نهار كنشوفها باش نفتكر منين جيت وشنو كنت قبل ما نعيش في القصر. كنخاف ننسى أصلي ونغتر، فكنخليها تذكرني دايما بالتواضع وباللي الدنيا ما دايمة لحتى واحد.